في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الانكلوجر من اول ايه هو الانكلوجر ده، تصنيفه من حيث الشيب، الماتيريال، السايز، الاي بي والاي كي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس عمرو رمضان وده ذا إلكتريك واي. الانكلوجر ده ببساطة هو الصندوق اللي أنا هحط جواه المكونات الكهربية عشان أحميها من المية والأتربة وغيره، واتكلمنا عن تفاصيل صناعته في الفيديو اللي فات اللي هو كان بعنوان وات از ذا إلكتريكال بانل، تقدر تشوفه عشان تكمل معانا الكورس بالترتيب. والانكلوجرز ليها مقاسات كتير وتفاصيل كتير وأشكال كتير، وده محتوى الفيديو النهارده. ممكن اللي احنا نعرف اللوحه الكهربائيه من خلال الشكل بتاعها، واشهر نوع اللي هو موجود عند حضرتك في البيت اللي هو الوول سيرفيس، وبيبقى جواه القواطع الخاصه بالشقه وبيتسمى كده لان هو بيبقى مدفون في الحيط. تاني نوع وهو الوول ماونتد، ومن اسمه كده ان جسم اللوحه بيبقى ظاهر وبارز عن الحيط، وده بسبب اني ما بقدرش احفر في الحيطه مساحه كافيه لان الدبس بتاع اللوحه بيبقى كبير. تالت نوع معانا وهو الفلور ستاند، وده اللي اللوحه فيه بتبقى واقفه على الارض لان وزن وحجم اللوحه ما بيسمح لهاش انها تتحط جوه الحيط، وكل ما حجم اللوحه بيكبر بضطر اروح للنوع اللي بعده وهو الموديولار انكلوجر، وده بيبقى اكتر من سيل جنب بعض لغايه لما يكونوا لي لوحه. تخيل معايا كده اني محتاج لوحه عرضها من 5 ل 10 متر، فطبعا مفيش لوحه واحده هتقدر تغطي لي المساحه دي كلها. والنوع الخامس معانا اللي هو الكونسول انكلوجر او المعروف باسم البيانو، وبيبقى موجود في الكنترول رومز اللي بتبقى في المحطات او المصانع. الخلاصه لو انت عندك ام دي بي فهتبقى غالبا موديول، ولو اس ام دي بي فغالبا هتبقى فلور ستاند او وول ماونت، ولو دي بي فهتبقى غالبا سيرفس. ولو انت مش عارف يعني ايه الام دي بي والاس ام دي بي والدي بي فهتقدر تروح تشوف الفيديو اللي فات اتكلمنا عنهم بالتفصيل. ممكن نصنف كمان الانكلوجر حسب الماتيريال، واول نوع ماتيريال موجود معانا اللي هو الستيل، وسواء كان الستيل ده نوعه هوت او كولد مش هيفرق معاه، بس يفضل في صناعه اللوحات الكولد ستيل. واللوحات بتدهن بدهان الكتروستاتيك، وغالبا درجه الدهان بتبقى رال 70 35 اللي هو اللون الرصاصي، وكل لون بيبقى ليه الرال بتاعه، والرال ده بيعبر عن درجات الالوان، وكل لون عشان اقدر اميزه عن غيره بيبقى ليه رقم موجود بعد الرال بتاعه. وممكن كمان نستخدم ماتيريال تانية زي الستانلس ستيل او البلاستيك، والاغلب طبعا بيستخدم الستيل في صناعه اللوحات لانه بيبقى سعره ارخص، ونادرا ما حد بيستخدم الستانلس ستيل الا في الاماكن اللي بتبقى ممكن معرضه للمياه. ممكن كمان نوصف الانكلوجر عن طريق الحجم، وفي احجام كتيره للوحات وبنوصفها عن طريق الهايت والويدث والدبس، الارتفاع والعرض والطول. وانا بختار حجم اللوحه المناسب عن طريق رسومات ال2 دي اللي بتبقى معايا او اللي اوت، ودي اللي انا بعملها عن طريق اللي انا برص المكونات الكهربائيه بشكل معين واوصل مسار النحاس بينهم، وبستخدم سوفت وير زي الاوتوكاد او الايبلان عشان اقدر اعمل اللي اوت دي. وهنتكلم عن الرسومات دي قدام. بعد ما عرفت حجم اللوحه المطلوبه عندي بروح اطلبه من المذر كومباني اللي احنا اتفقنا عليهم ان هم اي بي بي او شنايدر او سيمز، وحسب برضو انا بانل بيلدر لمين فيه. ولو المقاس ده مش موجود في ستاندرد اللوحات اللي عندهم بقدر اجيب اقرب مقاس ليه، ده في حاله ان انا مصنع تجميع بس. اما لو انا بصنع وبجمع فانا اتفقت اللي احنا بيبقى عندنا مكن ليزر ومعانا تنايات، فاحنا نقدر نعمل المقاس المناسب لينا زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. بعد كده ممكن اصنف اللوحه من حيث الاي بي او الانجريس بروتكشن اللي هو مقاومه اللوحه للاتربه والميه، وبيتوصف برقمين. الرقم اللي على الشمال اللي هو ال6 ده بيبقى للدست، والثمانيه اللي على اليمين دي بتبقى مقاومه الميه، والجدول ده بيوضح لي مقدار المقاومه اللي عندي. يعني رقم 6 اللي عندي ده معناه ان اللوحه معزوله تماما عن الاتربه، وتاني ديجيت عندي اللي هو ال8 ده معناه ان اللوحه معزوله تماما عن المياه. واغلبيه اللوحات عندي بتبقى لغايه الاي بي اللي هو 65، انما الاي بي 68 ده بيبقى خاص بالاجهزه السمارت اكتر والالكترونيك ديفايس وبعض المواتير احيانا. وما ننساش طبعا الاكسسوارات اللي بتركب في اللوحه عشان لما بوصل لها الكابلات بضطر اعمل فتحات في اللوحه، وكده ممكن الاي بي بتاع اللوحه يقل، فبضطر استخدم الاكسسوارات دي عشان اسد الفتحات دي واحافظ على الاي بي بتاع اللوحه زي ما هو. بعد كده ممكن اوصف اللوحه عن طريق الاي كي وهو الامباكت ريتنج، وده بيعبر عن مقاومه اللوحه للصدمات الميكانيكيه وبياخد رقم من 1 ل10، وكل ما الرقم ده يعلى فمعناه ان تحمل اللوحه للصدمات الميكانيكيه بيزيد. يعني اي كي 10 ده معناه ان ده اعلى مقاومه للصدمات الميكانيكيه للوحه. يعني اي كي 10 ده معناه ان لو سقط جسم وزنه 5 كيلو جرام على لوحه من ارتفاع 40 سم فان اللوحه مش هيحصل لها حاجه. وانا بحتاج الاي كي العالي ده لو انا هحط اللوحه مثلا في مخزن والمخزن ده فيه اوناش، فاللوحه هنا فيه احتمال كبير انها تبقى معرضه للصدمات. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرف ايه هي الكومبوننت اللي هتبقى موجوده جوه الانكلوجر ده.